استاذ خالد، بما انك من الناس الثوريين اللي كانوا في اول الثوره وطالبوا بحاجات معينه من المحافظ القديم، انت شايف اللي بيحصل ده صح ولا غلط بالنسبه للناس اللي ما تعينتش في التربيه والتعليم؟ والله هو كل اللي اقدر اقوله ان احنا في بدايه الثوره خاصه لما عملنا الاعتصام الفخراني، وشرفني ان انا كنت ماسك الاعتصام دون، عشان انا بسمع كتير ان الاخوان هم اللي عملوا الاعتصام الفخراني، فانا بوضح ان هم ما لهمش اي صفه، هم خذلونا من اول يوم وتحالفوا مع الجيش في سبيل فض الاعتصام عشان الفخراني، وانا اللي اصريت انا واتنين معايا محمد بدوي. ويعني المهم بالنسبه للموضوع الاخوه اللي عاملين تظاهر دون، انا حضرت اجتماع يوم الخميس في نادي السكه الحديد، ففوجئت لقيت الموضوع ان المحافظ بيطبق اللي احنا طلبناه منه. المحافظ بيطبق اللي احنا طلبنا منه. احنا طلبنا من اللواء احمد حسين اول ما جه ان ممنوع تعيين اي حد من خارج اسماعيليه الا بشهاده الميلاد، لانه كانوا بيروحوا يجيبوا بطاقه يغيروا محل اقامه ويجي ياخدوا فرصه واحد من اسماعيليه. فاحنا اصرينا وطلبنا الطلب بالحاح الطلب دون. جه اللواء مبابي برضه في اول اجتماع معاه برضه عرضنا عليه نفس الموضوع واصرينا ان هو يطبق. فهو دلوقتي بيطبق. انا لقيت معظمهم ان هم شهادات ميلادهم مش اسماعيليه. هم لو شهادات ميلادهم اسماعيليه وجه تاثير عليهم، احنا مش هنسيبهم وهنقف معاهم، انما ما نقفش ضد حاجه احنا طلبناها لاولاد البلد وعشان البلد. فارجو ان يعني الامور تتاخد بوعي شويه، ونشوف ايه المطلوب نعمله، ايه اللي نقدر نعمله، ما نمسكش في حاجه كده وخلاص ونجري وراها كده وخلاص. يعني هو قرارات المحافظ فعلا صحيحه، وان دول مش من ابناء البلد الحقيقيين. اللي انا حضرت، انا سمعت مجمل الكلام ان معظمهم شهادات ميلادهم مش من اسماعيليه، فانا استفزيت بصراحه، استفزيت. وانت شايف يعني كده قرارات المحافظ سليمه؟ على انا شايفه كده صح، ولو اي حد ليه حق احنا نقف معاه. شكرا. العفو.